فنصيحة لهذا المتهور في قيادته، نصيحة له بأن يتفكر وأن يتفكر ويتأمل في هذه القيادة المتهورة التي قد تسبب قتلا لأناس وإعاقة لآخرين وتتلف أموالا وتحزن قلوبا وتبكي عيونا. تأمل وتفكر في هذا المسلم الذي قتلته بهذا التهور في قيادتك. مسلم كان يتقرب لله بالطاعات فقطعت عليه عمله، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله وأنت السبب أيها المتهور، أنت السبب في انقطاع عمله وفي قتله. وهكذا تفكر وتأمل فيما لو سببت له إعاقة بعد أن كان يقوم بنفسه وبعد أن كان يقوم بغيره من أب وأم وزوجة وولد، بتهورك سببت له هذه الإعاقة فصار عالة على غيره، عالة على مجتمعه. تفكر أيها المتهور أن لهذا الذي أعقته أو هذا الذي قتلته أن له أبا أو أما، أن له أبا وأما أحزنتهما وقهرتهما وجعلتهما في بكاء وحسرة. تفكر أيها المتهور، تفكر أن لهذا الذي قتلته امرأة وأن له أطفالا، فالمرأة ترملت والأطفال تيتموا وأنت السبب أيها المتهور. تفكر في هذا كله لعلك تقلع عن تهورك، لعلك تقلع عن عدم المبالاة بالآخرين. تفكر أنه يترتب على تهورك وتسببك في هذه الحوادث المروعة، يترتب عليها أحكام من إثم ومعصية لله تبارك وتعالى ومعصية لولاة الأمر بمخالفة أنظمة السير وقواعد المرور، ويترتب على ذلك الضمان، يترتب إذا قتلت نفسا ولو كان يركب معك في نفس السيارة وقد تصرفت تصرفا خاطئا فيترتب عليك الضمان الدية، إلا أن يعفو الورثة، والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن عجزت فعليك أن تصوم شهرين. هذا لو قتلت نفسا واحدة، فلو قتلت نفسين 4 أشهر، لو قتلت 3 ف6 أشهر، وهكذا لكل نفس قتلتها 2 متتابعين تصومهما من غير إفطار إلا لعذر قهري كمرض ونحوه. وأما لو أفطرت بين هذين الشهرين بغير عذر أعدت الشهرين كاملين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فالله الله أيها المسلمون، الله الله في حسن قيادتنا لهذه السيارات، الله الله في أن نراقب الله، الله الله في أن نتقي الله جل وعلا، وأن نلتزم بقواعد السير، وأن نلتزم بأنظمة المرور ديانة لله تبارك وتعالى، وأن نتخلق بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة في طرقاتنا وفي سيرنا وفي قيادتنا لسياراتنا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،